اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا ناخدكم معانا في جولة حلوة قوي في الأرض. يلا بينا نتفرج على الطبيعة الحلوة، على قريتنا الجميلة، على المكان الحلو اللي فيها. يلا بينا. زي ما انتم شايفين احنا فكرنا ان احنا نروح كده نتمشى شوية في الأرض ونشوف النخل وناكل بلح وناكل جوافة، فكان لازم ان احنا نتمشى كتير في الخضرة الحلوة. لازم ان احنا نغير جو بمعنى اصح يعني، والولاد برضو يفرحوا يستمتعوا بالمكان الجميل دوت. يلا بينا، تعالوا اتفرجوا معانا. واخيرا وصلنا للنخل. اللهم بارك يا جماعه، البلح والجمال وشكله ما شاء الله. دلوقتي بقى هنخلي ابن خالتي يطلع النخله ويجيب لنا بلح من ده، لان احنا مش هنروح الا بالبلح طبعا. على ما هو بقى يطلع ويجيب لنا البلح هنفضل بقى نتمشى كده ونعمل جوله سريعه كمان في الارض ونشوف. مش هننسى كمان ان احنا نروح للجوافه. خلاص بقى الغروب بدأ يدخل علينا، والجو بقى خايفين الجو يضلم والنور يقطع والحاجات دي. قعدنا بقى نستنى ننزل البلح من على الشجر لغايه ما البلح نزل لنا. مش عايزه اقول لكم يا جماعه على طعمه، هو لسه نازل مع الشجر. على فكره الطعم مختلف تماما عن اللي احنا بنجيبه ونغسله ونعمله والحاجات دي. لا، انا كنت مصره جدا ان احنا نغسله، بس هو قال لا جربيه كده من غير غسيل. ان شاء الله طعمه حلو جدا. خلاص يا جماعه احنا اكلنا بلح الحمد لله، طعمه تحفه. طبعا انا والله بفضل الغسيل، بس هو طعمه جميل برضو. ومعانا طبعا رحنا للجوافه، بس بكل اسف لقينا الجوافه كلها لسه خضرا. اكيد لنا زياره تانية للجوافه طبعا عشان نشوف الطبيعه الجميله ونستمتع بالخضره والارض ان شاء الله. اللهم بارك يا جماعه، الجوافه تحفه، شكلها على الشجر شكل تاني خالص. اللهم بارك يا جماعه. استنونا في جولة تانية في الأرض، هنشوف فيها الجوافة بقى لما خلاص تكون استوت طعمها جميل وناكلها. ونشوف مع بعض هنا الرز هما بيزرعوه، وهنشوف كل حاجة إن شاء الله هنا في الأرض ونستمتع مع بعض بيها. طبعا الجوافة ما شاء الله ما شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.